لو كنت فاكر ان الحلقة اللي فاتت تخوف فانت لسه ما شفتش حاجة. النهاردة احنا مش بنتكلم عن مستقبل بعيد، احنا بنتكلم دلوقتي على اللي بيحصل في المعامل المقفولة. ايه اللي هيحصل لما الكمبيوتر ما يبقاش بس اذكى منك لكن يبقى عنده القدرة انه يخلق حاجات جديدة؟ ازاي التكنولوجيا دي هتحولنا الناس تقدر تصمم اي حاجة، او ناس شياطين تقدر تدمر اي حاجه؟ النهارده هندخل في اخطر جزء من كتاب مصطفى سليمان، عصر القوه الخارقه. يا صديقي جهز قهوتك لان الكلام النهارده تقيل قوي. سليمان بيقول لك ان الذكاء الاصطناعي هو الكهرباء بتاع القرن ال21، بس في فرق جوهري. الكهرباء ما كانتش بتفكر لكن الذكاء الاصطناعي بيتعلم. سليمان بيحكي لنا قصه لما كان في شركه ديب مايند بتاعته، شاف الاله وهي بتعلم نفسها ازاي تلعب العاب الاتاري. في البدايه كانت خوارزميه الاله تايهه، وفجاه لقت ثغره في اللعبه البشر نفسهم ما كانوش عارفين يوصلوا لها. هنا سليمان جاله ذهول، الاله بدات تفكر ازاي. الموضوع ما بقاش انك بتدي اوامر للكمبيوتر اللي هو لو حصل كذا اعمل كذا، لا انت بقيت تدي له هدف وهو بيخترع الطريقه، وده اللي بيسموه الاستقلاليه. تخيل بقى الاستقلاليه دي لما تدخل في الطب والسلاح وفي اداره البنوك. احنا بنسلم المفاتيح لعقل احنا مش عارفين هو بيفكر ازاي. سليمان بيقول ان الموجه اللي جايه ليها رجلين تانية بتمشي عليها، وهي البيولوجيا التخليقيه. يعني باختصار احنا بقينا نتعامل مع الحمض النووي كانه كود كمبيوتر. تخيل اننا بنقدر نحول الحياه لماده رقميه. احنا دلوقتي بنقدر نصنع بكتيريا بتاكل البلاستيك وده عظيم، بس برضه بقينا نقدر نعدل على الفيروسات عشان نخليها اقوى ما كانت قبل كده بمليون مره. ومصيبه ان الادوات اللي محتاجها عشان تعمل ده ما بقتش محتاجه مفاعل نووي، دي محتاجه معمل صغير وتكلفه مش كبيره. احنا حرفيا بقينا نلعب في السوفت بتاع الحياه. خطر الموجه الحقيقي اللي جايه مش في الذكاء لوحده ولا في البيولوجيا، الخطر يا صديقي في الاندماج. مصطفى سليمان بيشرح ان الذكاء الاصطناعي بيسرع ابحاث البيولوجيا. يعني بدل ما العالم يقعد 10 سنين يجهز في بروتين معين عشان يعمل دواء معين، الذكاء الاصطناعي هيحلها في ساعات. ده معناه ان سرعة الابتكار بقت اسرع مليون مرة. احنا بنبني طيارة وفعلا طايرين بيها، بس مش عارفين الموتور هيستحمل السرعة لحد فين. سليمان بيكلمنا عن حاجة اسمها التدرج. بيقول لك الناس فاكرة ان الذكاء الاصطناعي بيتحسن واحدة واحدة. الحقيقة كل ما بنزود الداتا وقوة الكمبيوتر، الآلة بتطلع قدرات خارقة. زي بالظبط يا صديقي المية، لو درجة حرارتها 98 فهي مية سخنة، ولو 99 فهي سخنة جدا. عند ال100 بتتحول لبخار، ودي خاصية جديدة تماما. ده اللي بيحصل يا صديقي في الذكاء الاصطناعي. احنا حاليا بنقرب من درجة الغليان، والقدرات اللي هتظهر وقتها مفيش عقل بشري هيقدر يستوعبها. هنا بقى مصطفى سليمان بيحط ايده على الوجع. بيقول لك ليه مش هنقدر نوقف الموجة دي؟ لان التكنولوجيا دي يا صديقي بتعدي اي حدود. لو امريكا منعتها الصين هتعملها، ولو الصين منعتها في هاكر قاعد في اوضته هيعملها. سليمان بيقول لك ان التكنولوجيا دي ليها صفة واسمها عدم التماثل. يعني فرد واحد معاه ذكاء اصطناعي قوي ممكن يهدد كيان دولة كاملة. القوة ما بقتش في ايد اللي معاه دبابات اكتر، القوة بقت في ايد اللي معاه كود وادوات بيولوجية رخيصة. سليمان بيحكي عن تجربة ابحاث طلبوا من ذكاء اصطناعي وبالاخص متخصص في الكيمياء انه يتخيل مواد سامة جديدة عشان يتجنبوها. في ساعات قليلة جدا البرنامج طلع آلاف الوصفات لمواد كيميائية ضارة، وبعضها كان أخطر من غاز الأعصاب. أنت متخيل؟ تخيل البرنامج ده لو وقع في إيد حد عايز يأذي. يا جماعة مصطفى سليمان مش عايز يخوفنا بس، هو عايزنا نفوق. بيقول إن عصر البراءة التكنولوجية خلاص انتهى. إحنا داخلين على زمن القوة فيه هتبقى هي الديمقراطية، يعني أي حد يقدر يمتلك القوة دي. السؤال ليك دلوقتي يا صديقي اللي بتتفرج عليا، لو بقى في إيدك زرار يقدر يغير العالم أو يدمره، وإزاي هنحمي نفسنا من اللي معاه الزرار ده ومش فارق معاه البشرية؟ الحلقة دي يا صديقي عرفنا الوحوش اللي بنتعامل معاها من ذكاء اصطناعي لبيولوجيا، بس في سؤال أهم، الكلام ده هيعمل إيه في الدول؟ إيه اللي هيحصل للحكومات وللوظائف؟ الفيديو الجاي هنتكلم عن انهيار السيطرة على الذكاء الاصطناعي، وإزاي الموجة اللي جاية دي ممكن تهد أنظمة عالمية فضلت واقفة لقرون. أنا عبد الله فتحي ودي قناتكم وبيتكم التاني بين السطور. نصيحة مني ليك، الحلقة دي محتاج تشوفها مرتين عشان تستوعبها، ولو عجبتك الحلقة يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك وتعمل شير للحلقة.